لو دخلت الحمام بالليل ولقيت النور عمال يطفي وينور لوحده، اياك تبص في السقف واخرج بسرعة من غير ما تلف ظهرك. الحكاية دي حكاية شاب اسمه محمود كان لسه ناقل في شقة إيجار قديم. بيقول إنه دخل الحمام والساعة كانت حوالي 2 بالليل عشان يغسل وشه. فجأة اللمبة بدأت ترعش وتطفي وتنور. محمود افتكر إن السلك معلق، فضل واقف مستني النور يثبت، لكن لمح حاجة غريبة جدا في المراية. لمح خيال راجل طويل جدا ولابس اسود واقف وراه بالظبط، والخيال ده كان نازل من سقف الحمام كأنه متعلق. محمود بيقول في اللحظة دي أنا اترعبت واتجمدت مكاني ولسه بقفل عيني وبردد كلمة واحدة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لقيت النور طفى خالص وصوت نفس عالي وساقع جدا بقى جنب وداني اليمين، وصوت بيهمس لي وبيقول لي: انت قفلت عينك ليه؟ ما تبصلي. محمود في اللحظة دي فتح الباب وجرى بره الحمام وهو بيصرخ. وتاني يوم لما جاب شيخ يقرأ في الشقة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الشيخ قال له ان الحمام ده اتقفل لسنين لان كان في شخص لقى مصيره بنفس الطريقه. تفتكروا محمود هيفضل عايش في الشقه دي؟ ولو انتم مكان محمود هتعملوا ايه؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وفي النهايه ما تنسوش اللايك والمتابعه. حكاوي الدهشات.